واش المغرب غادي تحول لمركز قرار كروي في إفريقيا؟ واش فعلا الفيفا دارت مقرها إقليمي حدا الجامعة الملكية؟ اليوم 29 يوليوز 2025، الرباط دخل التاريخ من بابه الكبير، حيث تم افتتاح رسميا أول مقر إقليمي للفيفا في إفريقيا، وبالضبط قرب مركب محمد السادس في مدينة سلا. الحضور: أسماء ثقيلة: جيني أنفانتينو، باتريس موتسيمبي، فوزي القجع. الرسالة واضحة: المغرب ماشي غير كينافس، المغرب ولا قدوة. هاد المقر ماشي غير بناية، راه نتيجة ديال شراكة ثلاثية بين الحكومة المغربية والجامعة الملكية والفيفا. هادشي جا بناء على اتفاقية رسمية توقعت في دجنبر 2024 في مراكش، ضمن مشروع استراتيجي لدعم الكرة الإفريقية وتكوين أجيال جديدة داخل القارة. المكان قرب الجامعة ومركب محمد السادس، في قلب منظومة تدريبية وتأطير كروي مغربي. هادشي ماشي صدفة، بل هو اعتراف دولي بدور المغرب كقوة صاعدة في مجال تطوير البنايات التحتية الرياضية. فوزي الرقجع في الكلمة ديالو قالها واضحة: المغرب غادي يبقى هو الحضن الحقيقي لإفريقيا، وغادي نخدمو يد في يد مع الفيفا لتطوير الكرة للفتيان والفتيات انسجاما مع الرؤية الملكية. أما رئيس الفيفا فأشاد بشكل مباشر بالرؤية الملكية واللي داروا المغرب في كأس العالم قطر 2022، حتى التنظيم الاحترافي اللي كيبين أن المملكة مؤهلة لاحتضان كأس العالم بشكل متميز. أما رئيس الكاف فركز على أن المغرب أصبح نموذج حقيقي في القارة، وكيقول تحول شامل في العقلية الرياضية والتنظيمية داخل إفريقيا. وقالها: ماشي غير إفريقيا، بل حتى على المستوى الدولي، المغرب ولا شريك موثوق للفيفا. أخيرا، المقر ديال الفيفا في المغرب ماشي مجرد افتتاح، راه إعلان صريح أن المغرب مبقاش تابع بل ولا صانع قرار. السؤال الآن: واش كتظن أن هاد الخطوة غادي تغير فعلا مستقبل الكرة الإفريقية؟ شنو رأيك في الرؤية ديال فوزي القجع وهاد المستوى ديال التنسيق الدولي؟ الرأي ديالك كيهمنا. إلا عجبك هاد الفيديو دير لايك وتابعنا وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. لو وصلتي حتى لهنا كومونتي كيف